عسلامة الناس الكل، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم إن شاء الله باش نحكيو على موضوع مهم برشا في عالم ال AI، اسمه Retrieval Augmented Generation أو باختصار RAG. لو كنت تسأل كيفاش ال AI يجاوب ومنين يجيب المعلومات متاعو، الفيديو هذا ليك، على خاطر باش نشوفو شنو الراج وعلاش نستعملوه وشنية التكنولوجيا اللي نستعملها باش نصنعو الراج الخاص بنا وكيفاش يخدم بالضبط، وزادا باش نشوفو شنو الفاين تيونينج وشنية الفرق بيناتو وبين الراج. اول حاجة، شنو هو الراج؟ الراج هو طريقة تخلي الاي ما يجاوبش كان من الداتا اللي مترين عليها قبل، وانما من الداتا بيرسونيل متاعنا زادا. نجم تكون PDF والا فايل متاع الشركة والا باز دوني خاصة بنا والا API وغيره. فين نجمو نستعملو الراج؟ اكزامبل حقيقيين، مثلا نجمو نستعملوه في شات بوت متاع شركة، والا سيبور اوتوماتيك مثلا اي كوميرس بلاتفورم. في اي كوميرس بلاتفورم نجمو ننتجريو شات بوت يعتبر راك سيستم خاص بالبلاتفورم متاعنا، دونك يكون عنده نظرة شاملة على المعلومات متاعنا ولا المعلومات الاكثر الكليون يسألها ديما، دونك الشات بوت يولي يجاوبه بطريقة اوتوماتيكية. اكزامبل اخر في ابليكاسيون ساس كيما نلقاو نوت بوك الان، دونك الفكرة متاعو انك تعطيه الكور متاعك في ماتير معينة وبعدين تطرح عليه الأسئلة تكون جاية من الPDF ولا الكور ولا التصاور اللي بعثتهم له. دونك توا شنية التكنولوجيا اللي نستعملها باش نصنع الراج الخاص بنا؟ أول تكنولوجيا نستحقها هي اللانك تشين، هو فريمورك ينظم الخدمة الكل من السؤال البرومبت اللي هي باش تطرحها من اليوزر حتى الريبونس اللي باش تطلع من الموديل. ثاني تكنولوجيا هي الفيس، فيسبوك AI Similarity Search، هي ببليوتيك عملتها شركة ميتا، تعمل زوز وظائف مهمين. الأولى يحول الداتا إلى فيكتور داتابيز باش تكون مفهومة للموديل. العملية هذه نسميوها embeddings، تخلينا نحول التكست والكستيون والدوكيمون اللي عنا إلى فيكتور، إلى أرقام، باش الموديل يفهم المعنى مش كان الكلمة. إكزامبل باش نفهمو أكثر، مثلا كي نقولوا للموديل كيفاش نخدم راج وإلا شنو الراج، هما كلمات مختلفة لكن عندهم embeddings متقاربين. ثاني وظيفة للفيس، هو المسؤول باش يلوج في وسط البيرسونال داتا متاعنا الكليكية باش يخرج الداتا اللي تعاون الموديل باش يجاوب اليوزر على الكستيون متاعو. تو نزيدو نفهمها أكثر في الشمال في الآخر. وثالث حاجة نستحقها هي LLM Large Language Model، هو المسؤول على توليد الريبونس فينال لليوزر. فما برشا example LLM تنجم تستعملها بلاش، كيما لاما 3 من ميتا وإلا PHE من مايكروسوفت وغيره برشا. نجم نستعملو سواء موديل لوكال، دونك نستعملو أولاما. الطريقة انك تحل السيت أولاما، تلوج على الموديل اللي حاجتك بيه وتصبه لوكالمون. كيما تشوفوا لنا في الكابتور قاعد نستعمل في الموديل من CMD من البيسي متاعي، نجم نستعمله حتى من غير كونيكسيون. كيما تشوفوا الكوموند الأولى أولاما ليست مسؤولة باش تليستيلي الموديل اللي صاببهم الكل. الكوموند الثانية أولاما بيز باش تفشيلي الموديل اللي قاعدين يخدموا توا، مي في الإكزامبل هذا ما فما حتى موديل قاعد يخدم. باش نراني الموديل ونجم نستعمل ونحكي معاه، نكتبوا أولاما ران اسم الموديل متاعنا، في الإكزامبل هذا أولاما ران لاما 3. مشكلة الموديل كي باش تصيبهم لوكالمون، كيما قلنا الميزة انك نجم تستعملهم نجم تستعملهم من غير كونيكسيون، وإلا إذا كان عندك بروجي يتطلب انه الداتا ما تخرجش من باش تكون أكثر سيكوريتي، هذا ينفع. أما المشكلة الكبيرة انه التاي كيما تشوفوا في الكابتور يوصل حتى الموديل إلى 4.7 جيجا بايت، اللي هو يعتبر حجم كبير ياسر، وساعات يعمل تأخير في الريبونس. هذا يخلينا نجمو نستعملو اوتر سيت باش نصبو الموديل. اكزامبل موجودين اللي هو هاجينج فيس، نجم تصب الموديل متاعك، نجم تستعمله حتى على الكلاود من غير ما تستحق تصبه. دونك توا بعد ما فسرنا التكنولوجيا اللي نستحقوهم الكل وشنية الرول متاع كل واحد فيهم، خلينا نشوفوا شيما توضيحي أكثر في يوضح كل رول متاع كل واحدة فيهم. في الإكزامبل هذا الداتا متاعنا جاية من سوبر بيز، هي كلاود داتابيز،
في الحالة متاعي الشيما هذا طبقته في بروجي اي كوميرس بلاتفورم. دونك الداتابيس فيها البري والداتا متاع البرودكت والداتا متاع اليوزر وغيره، والأسئلة اللي أكثر تطرح، وفيها برشا دوكيمون تخص l'entreprise وغيره. دونك الكيستيون متاع اليوزر باش الريبونس متاعها باش تصير بازي على الداتا اللي موجودة في السوبر بيز. مي كيما قلنا انه الداتا ما تتفهمش كي تبدا بباز دوني عادية، يعني داتا عادية. دونك وظيفة الفيس كيما قلنا انه يحول الداتا ذي الى فيكتور داتابيز، والا كيما قلنا تتسمى امبيدنج. المرحلة الثانية اللانج تشين مسؤول باش يقسم الداتا هذه لدو مورسو باش تسهل عملية البحث، باش كي انت جيت ريشيرشي ما تبداش من الليني الاول حتى للليني الاخر تلوج، فانك تقسم الداتا الى بارتيات. دونك تلوج في بارتي، اذا كان ما قيش البارتي هذه تعدل البارتي اللي بعدها، هكاكا ما تقعدش كل مره تدور على الداتا من الاول للاخر باش تلقى الداتا اللي حاجتك بها بالضبط. دونك لنا اليوزر كي يجي باش يتعامل مع الانترفاس اللي عملناه له اللي هو الانبوت ولا شات بوت اللي عملناه له في السيت نتاعنا، دونك باش يطرح الكيستيون نتاعو، المسؤول على انه باش يلوج على ريبونس كيما قلنا هو الفيس. دونك باش يمشي يبدا يلوج من مخصو على الداتا اللي حاجته بها، اللي يحسها تنجم تعاون الموديل باش يجاوب اليوزر على الكيستيون تاعو. بعد ما يلوج على المخصو، مثلا في الاكزامبل قاه في المورسو 3، دونك باش يعمل تروفي لانفورماسيون باش يبعثها للموديل اللي في الاكزامبل لنا اخترنا LLM موديل اللي هو متاع ميتا لاما 3. دونك هو باش يجينيري، بما انه لارج لانجويج موديل يفهم التكست ويجينيري تكست، دونك باش يعمل الجينيراسيون تاع لي ريبونس، ومنها هي تتبعث لليوزر كفاينل ريبونس. وبهكا بإكزامبل بسيط نكونوا قد فهمنا كيفاش تصير عملية الراج وكيفاش تختم. مي فما حاجة نسمعها زادة برشا في الاي اللي هي الفاين تيونينج. الفاين تيونينج هي انك تاخذ موديل متدرب قبل كيما اللاما ولا الجي بي تي، وتكمل تدربه على الداتا خاصة بيك باش يكون قوي في دومين معين أكثر. مثلا شات جي بي تي اللي هو متدرب على الموديل جي بي تي، هو يتسمى يفهم في معلومات جنرال، ماهوش باهي في حاجة معينة. أما كي نشوفه مثلا للكلود فنلقاوه في البارتي ديفلوبمون ولا بارتي اي تي أكثر. دونك هو يعتبر من أحسن الموديلات، على خاطر الأكثر داتا اللي تعرض لها متعلقة بالدومين هذاك. فإكزامبل حقيقي، مثلا أنت خذيت موديل نعتبره جي بي تي وإلا لاما، فهو يعتبر موديل جنرال يفهم في كل شيء، ما هو سبيسياليزي في حاجة معينة. ونفترضوا أنت تحب تخليه يفهم أكثر في دومين الطب وإلا القانون وإلا الفينانس، دونك تأخذ الموديل وتزيد ترينيه على داتا الخاصة بيك اللي هي في الدومينات هذه. إكزامبل هذا اسمه الفاين تيونينج. شنو الفرق توا بين الراج والفاين تيونينج؟ خاطر فما برشا عباد تغلط فيها. الفاين تيونينج هو انك تبدل في الموديل نفسه البارامتر متاع الموديل تتبدل بخاطر انت زدت داتا جديده. مي الراج انت ما تمسوش الموديل، جست تعطيه الداتا متاعك وهو بالترين اللي عمله للموديل هذاك ينجم يجاوبك من الداتا متاعك. الفاين تيونينج يعتبر ثقيل ومكلف برشا، على خاطر مكلف مقارنة بالراج، على خاطر يستحق أكثر ديفايس قويين. مي الراج هو أسرع وفليكسيبل. وأهم فرق بيناتهم كما قلنا في الفاين تيونينج، دونك الموديل الداتا باش دخلها في الموديل، مي الراج الداتا تبقى اكسترنال. هون وصلنا لاخر الفيديو. إذا كنت تحب نحكيه على مصطلحات أخرى في الاي جوست خلونا في كومنتير.